الصف الواحد فيه عناصر اللي هي الدورة، والمجموعة الواحدة فيها عناصر اللي هي المجموعة. أنا عايز أقارن بقى بين عناصر الدورة الواحدة وعناصر المجموعة الواحدة. هنبدأ بالدورة الأفقية. العناصر اللي فيها مالها تختلف وتختلف وتتفق، يبقى في بينهم اختلافين وفي بينهم اتفاق واحد. طيب يختلفوا فين؟ في الخواص. ده انت ممكن تلاقي الدورة الواحدة فيها فلز وفيها لا فلز وفيها شبيه بالفلز وغاز خام، يبقى عناصر الدورة الواحدة أول اختلاف بيختلفوا في حاجتين، بيختلفوا في الخواص. طيب بيختلفوا في عدد إلكترونات مستوى الطاقة الأخير. يعني مثلا يبقى العنصر اللي جاره آخره واحد واللي جاره التاني آخره اتنين وآخره تلاتة، يبقى ده تاني اختلاف. يبقى عناصر الدورة الواحدة يختلفوا في الخواص، كل واحد وله خاصية غير التاني. تاني حاجة يختلفوا في عدد إلكترونات مستوى الطاقة الأخير. أمال بيتفقوا في إيه؟ اللي عاوزين بقى نعرف الحاجة بيتفقوا فيه، بيتفقوا في عدد مستويات الطاقة. أهو يتفقوا في عدد مستويات الطاقة. يعني مثلا تلاقي الدورة الرابعة كلهم 4 مستويات، الدورة الثالثة كلهم 3 مستويات، الدورة الأولى يبقى كلهم مستوى واحد. يبقى عناصر الدورة الواحدة، عناصر الدورة الواحدة تختلف تتفق، تختلف في الخواص، تختلف في عدد إلكترونات مستوى الطاقة الأخير. أمال تتفق في إيه يا مستري؟ تتفق في عدد مستويات الطاقة. طيب في الدورة دي التدرج منين؟ الترتيب يجي منين؟ التدرج بيجي من اليسار إلى اليمين. التدرج بيجي من اليسار إلى اليمين. رقم الدورة يدل على عدد مستويات الطاقة للسائل. أول ما يقول لك يا صديق الدورة الرابعة، يبقى كلهم 4 مستويات، كل العناصر اللي فيها 4 مستويات. طب لو قال لك الدورة الثالثة، خلاص كل العناصر اللي فيها الله ينور عليك يا صديقي 3 مستويات. ماشي؟ انت دفعة تحدي، شغل مخك. طيب خلاص كده، تعالى بقى شوف عناصر المجموعة. هي المجموعة منين يا مستر؟ من أعلى لأسفل. طب دول بقى يتفقوا يختلفوا، عكس الدورة. الدورة كانت تختلف تتفق. هنا يتفق يختلف. بيتفقوا في حاجتين. أول حاجة بيتفقوا في الخواص. المجموعة كلها يا فلزات يا لا فلزات يا غازات خام، يبقى كلهم زي بعض. طيب بيتفقوا في ايه؟ في عدد الكترونات مستوى الطاقه الاخير. يبقى 1A يبقى اخرها 1 كله، 2A اخرها 2، 3A كل العناصر اخرها 3 مفيش هزار، 4A كلهم اخرهم 4. خلاص تمام. امال يختلفوا فين بقى؟ يختلفوا في عدد مستويات الطاقه. طب هنا التدرج كان بيكون من يسار لليمين، هنا التدرج هيكون من ايه؟ من اعلى لاسفل. هنا رقم الدورة يدل على عدد المستويات، هنا رقم المجموعة يدل على عدد الكترونات مستوى الطاقة الأخير. يعني مثلا 1A آخرها 1، 2A آخرها 2، كل اللي فيها يعني. طب الدورة الأولى مستوى 1، الدورة 2 تانية يعني آخرها مستوى.